وبيوم من الأيام شاب وبنت تعرفوا على بعض عن طريق برنامج من التواصل الاجتماعي، وحبوا بعضهم كتير، وهيك بلشت القصة. مرحبا، كيفك؟ ايه روحي، تمام الحمد لله بخير. كيفك انت؟ تمام بخير. حبيبي، صرلك فترة في شي شاغلك عني، ما عم تحكي معي منيح، يا دوب احكي معك كلمتين وتسكر على البكير. لك يا حبيبتي، انت بتعرفي لانيتنا عم بشتغل منشان احسن لم مصرات، مشان حققلك كل شي ببالك وكل احلامك، يكون معي اللي بحسن اقدم لك اياه. يا عمري، الله يرزقك وما يحرمني منك، بس والله عم بشتاقلك كتير. يا قلبي، ليش ما بتفكري انا كمان بشتاق لك؟ لك انا بشتاق لك قد الدنيا كلها وما بتروحي عن بالك. لو تشتاقلي بتحكي معي. لك يا هبلة، بدك تضلي غبي وما تفهمي؟ ليه غبية ها؟ لاني بشتاقلك صرت غبية؟ ما تضربي يا. يلا يا عمري خليني نام، بكره عندي الصبح بكير شغلي بكره كتير متعب. بدك شي؟ يلا باي. وصار يوم التاني. ايه عمري، صار لي يومين غايب عنك، وبهاليومين خلصت كل شغلي. اعطيني عنوان بيتكم، بدي اجي انا واهلي اطلب ايدك من ابوك. كأنه بكير لسه ما بتعرف عني شي. ما تضربي يا، شدك غليظة. خلص اعطيني العنوان وبلا حكي. انا من بكرة الصبح تقولي جاي، بس انت اعطيني العنوان وما عليك، وما بدي اعرف عنك شي، بعرف لانه بس حبيتك. طيب حبيبي، خود العنوان. الشاب حب يعمل مفاجأة لحبيبته وراح لعندن بدون موعد، وحب يفاجئها ويثبت حبه وإخلاصه بحقق كل شي بدها إياه. وكان هون الصدمة. فجأة اندق الباب وفتحت لهم أبوها، وهنن تفاجأوا وإجوا وقعدوا سلموا على بعض. وأبوه للشاب قال: والله شفنا بنتكم عم بتروح المدرسة، وشفناها ومنتشرف نطلب ايدها لبنتك على سنة الله ورسوله. أول البنت اتفاجأ، قال: نحن بنتنا ما بتروح المدرسة، ومن جديد سكننا بالحارة. وهون سكت أبوه للشاب وقال: مو مشكلة، وين كنتوا جايين؟ نحن نطلب ايد بنتك على سنة الله ورسوله. وهيك صاروا يحكوا، وقال: نحن غير ديانة وما منعطي غير للقرايبين. وهيك انصدم الأب الكل وراحوا على البيت. والشاب كان مصدوم إنه البنت يلي حبته خبت عنه الحقيقة. حبيبي وينك؟ ليش ما عم ترد على اتصالاتي؟ خبرني. ما بعرف، بس انا حبيتك كتير، ما كنت بدي اخسرك، بس انت ما قلتي لي لانك غير دين. كان فيكي من البداية تقولي لي انا مسيحي، ما فيني اخذ مسلم ولا اهلي بيرضوا. كنت ما حبيتك او تعلقت فيكي او صار اللي صار. يعني شفتي، لا اهلي بقى يوافقوا ولا اهلك بقى يوافقوا، وانا هلا خسرتك. والله كنت خايفة كتير وما كنت بدي اخسرك، خفت خبرك وتتركني. على كل حال هيك خسرتيني. انا وياكي مو نفس الدين، وما فينا نكفي مع بعض. سلام. وهيك خلصت قصتهم. مع الأسف لما بدك تحب حدا عن جد من قلبك بدك تضحي بكل شي كرماله. الحب ما بيعرف لا مسيح ولا مسلم، ولما القلب يحب تعمل عيون عن كل شي، وقتها ما رح يهمه لا شكله ولا دينه ولا جسمه ولا حتى الجمال نفسه. رح يهتم انه انت إله، انت حبيبته، هي حبيبتك وبس. رح يحارب الكل الدنيا كرمالك، كرمال يوصل لك ويسرقك من الكل لتكون انت الوحيد إله وبس. نصيحة لكل يلي بيحبوا بعض: حاربوا مشان حبكن وما تضحوا فيه. حبايب قلبي، كل شخص وصل لهون بتمنى يحط لي 10 تعليقات من كل شخص حلوات مثل حكايته ودخيل ربكم. انا بحبكم كتير لاني صايرة معي مشكلة باليوتيوب، وبدي هذا الفيديو يجيب 50,000 لايك مشان شوف محبتكم لألي شقد انتو بتحبوني. شاركوا هذا الفيديو لكل رفقاتكم، انا بحبكم كتير، وان شاء الله رح كفيلكم بهذا المجال وبالقصص الواقعي. وشكرا لكلياتكم، دخيل ربكم، شو بحبكم انا، احلى متابعين، وبرفع راسي فيكم. ان شاء الله يوصل 50,000 لايك. شكرا للكل الموجودين، وشكرا لكل شخص وصل للنهاية.